عسلامة مرحبا بكم في كوزين باي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. عيدكم مبروك الناس الكل. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كوكيز بالطعم الشوكولاتة، يسر بنين ساهل وبسيط، بريسك في 10 ولا 15 دقيقة. والكوكيز متاعكم يكون حاضر بمكونات اقتصادية، بيضة واحدة فقط نتحصلوا ما شاء الله على كمية وفيرة. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير. ويلا تويكا نبداو في طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير اهو كل مرة نذكر لكم المقادير، معناتها احنا نخدموا وانا نقول لكم على المقادير. عندي كأس زيت نباتي، نفس الكأس سكر، بيضة تكون بحرارة الغرفة، بنسي ملح، وعندي لارام متاع الفاني تنجموا تعوضوها باكو سكر فاني. دونك هذو مع المكونات الاولين. باش نضيف البيضة مع السكر ومع البنسي الملح والهكا القطرات من الفاني. بالنسبة لي انا هيك الموجود عندي معناتها في المنزل. وانتم كما قلت لكم تنجموا حتى تعوضوه باكو سكر فانيليا. خلطوا المكونات بالباهي حتى لي بريسك معناتها هذاك السكر هكاكا يذوب. اهو كان نستعملوا فيه يعني باليد، تنجموا تعملوا الركاز الكهربائي كما تنجموا تعملوها تحركوا معناتها بيدكم. لهنا بريسك السكر متاعي ذاب. تو مش نضيف كمية الزيت. اهو القياس متاع الكأس 150 مليلتر معناتها يهز سوائل. وانتوما هوكا بنفس الكأس تنجموا تكيلوا به المكونات متاعكم الكل. دونك كيما ريتو دخلت المكونات الكل هكايا مع بعضهم بالباهي. تو مش نضيف كأس بنفس الكأس انشاء بطبيعة نغربلوه. وعندي لهنا 2 ملاعق كبار كاكاو. هذا بينا يكون كاكاو نوعية جيدة باش من بعديك الكوكيز متاعكم والبسكويت يجيكم هكايا فيه جو يسر بنينة. كيف نغربلوها. كما نعرفوا احنا الكاكاو يبدأ فيه هذاك الكابر، دونك تخلصوا منها نغربلوه ونكمل نخلط المكونات متاعي. وتويكا مش نضيفوا الفارينة. بالنسبة للفارينة انا اضفت كأس ونصف من الفارينة ديما كما نقول لكم بنفس الكأس. وهكا انتوما تضيفوا معناتها عينكم ميزانكم حتى اللي تتكون معاكم بات. ما لازمهاش تكون يابسة برشا وما لازمهاش تكون تتلصق برشا في اليد. كيف مش نستعمل 8 جرامات خميرة مرتبات. هذه هكا الباكو فيه 13 جرام. وفي الوصفة متاعنا مش نستحقوا جيست 8 جرامات من خميرة المرتبات. مش نحي الفوي هكية ومش نلمها هكية بيدي باش نعرف القوام الصحيح للبات متاعي. اهوكا كيما ريتو نضيف بشوية الفارينة ونلم. اهوكا انا قلت لكم خذيت مني كأس ونصف. وانتم عينكم ميزانكم معناتها كل نوع معناتها فارينة يختلف. نجموا تستحقوا اكثر تنجموا تستحقوا اقل من اللي عملت انا. اهوكا لمين ما نعجنوهاش. ولهنا عندي كمية من بيبيت الشوكولا. مش نضيفها تويكا للبات متاعي. تنجموا تضيفوا بيبيت شوكولا، تنجموا راهو زادا ما انتمش مربوطين بكمية معينة. تحبوا معناتها برشا شوكولاتة تعملوا هاكا عينكم ميزانكم ولكم الحرية في المقدار اللي مش تعملوها من الشوكولاتة. تنجموا تعملوا كما قلت لكم بيبيت شوكولا، كما تنجموا تشدوا الشوكولاتة تبرشوها هكايا شوية ولا تقطعوها هكايا بسكينة وتضيفوها للبات متاعكم. هاكا اللي موجود واللي عندكم تنجموا تعملوا به البسكويت متاعكم.
هاكا ريت بيدي هذه هكا نظيفة تتكون لي هكا بول. تويكا مش ناخد بيق متاعي فرشته بهذيك التابي سيليكون. نجمو تعملوا زيت، نجمو تعملوا بابي كويسون، لكم الحرية في ذلك. لهنا مش نشكل كعيبات الكوكيز متاعي. هاكا الكعيبات تشوفوهم معناتها معتبرين، ما همش صغار برشا وما همش كبار، متوسطين الحجم. معناتها ناخو هكا بالبول نحاول اني نعملهم الكل قد بعضهم ومن نسطحهمش هكايا برشا، معناتها ما ننزلش عليهم برشا. هما ديجا بعد كي مش يدخلوا للفور ويطيبوا مش ياخذوا هذاك الشكل اللي ريتوه في اول الفيديو. حدهم معناتها مش يتحلوا وياخذوا ويتشققوا وياخذوا هذاك الشكل المزيان. اهو كمان باجيست هكا نحي هذيك القبه هكا صغيره وكهو. بعد بطبيعة على بعضهم على خاطر كيما ريتوهم هما من بعد كي مش يدخلوا للفور مش هكايا يتحلونا ومش يكبر الحجم متاعها. اهو كسهلة طريقة تشكيل او كان نستحقوا لقارب لحد شيء جوست هكايا بيدنا. وكما قلت لكم مقادير بسيطة تقريبا موجودة في كل منزل. اهو كجوتي لصغيراتكم مع كويستي مع قيوة هكايا في العشوية مع كويس سيترونات بنا نودكم ولا نشهيكم. فوالا اهو كيما ريتو نحط اسباس بين الكعبة والكعبة. هذوما هكا الكعيبات متاعي بعد ما كملت شكلتهم. بالنسبة للكمية طيحت لي تقريبا 24 كعبة هكيكا. كيما قلت لكم راهو الحجم معتبر به. معناتها سخنت الفور متاعي على 170 درجة، النار ملوطة والفوق. دخلت الكعيبات الكوكيز متاعي تيبو. شوفوا هذيا هكا المشهد متاعهم بالحق ريحتهم والبنة نودكم ولا نشهيكم. من باراهم 10 دقايق هكيكا حطيتهم في الفور وخرجتهم خليتهم بردو كومبليتمون وهزيتهم الطبق. وهذيا هكا الكعيبات الكوكيز متاعنا كانوا حاضرين باش نخليهم في صحيين التقديم. وصفة سهلة بسيطة كما ريتوها. ان شاء الله جربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بتشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، تبارتاجيو الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.